هذه التربه السحريه او الوسط الزراعي السحري اسمه الكوكوبيت. هذا البلوك يمكن اول مره تسمع بيه مو؟ قسمتها للتربه. حراويكم هذا الجزء النص ايش قد يسوي. صور لي السطر ايش كبره. راح نخليه له مي. تربه الكوكوبيت من الترب، وجه لي الكاميرا حبيبي. تربه الكوكوبيت من الترب اللي تسوي تهويه بالتربه. شنو بتكون تربه الكوكوبيت؟ من الياف جوز الهند المجففه. تسوي تهويه للتربه وفوائدها كلش هوايه، وتفيدكم لزراعه نباتات الظليه والنباتات المنزليه. بس صور لي هذا حيصير كميه كلش كبيره. اقطع عنا الفيديو من حيكبر حراكم قد يصير هذا القالب. بعد ما خلينا قالب الكوكوبيت بالمي راح نجي وراه فد نص ساعه نرجع عليه. وراكم هاي الكميه ايش قد صارت. حجم الكوكوبيت بعد ما خبطناه، بس شوفوا الكميه سواها كميه كلش كبيره. شوفوا الصدر ايش حجمه، شوفوا الكميه سواها. وبعدها تقريبا نص ساعه صار هيك. بعد ما طيناها مي الكوكوبيت خليناها. شوفوا لي الكوكوبيت الكميه سواها، بس شوف لي الكميه سواها. شوف قالب واحد هذا وما صار له نص ساعه. شنو متكونه كوكوبيت؟ وايد يجيني اسئله من شنو متكونه الكوكوبيت. الكوكوبيت متكونه من قشور جوز الهند، يعني تربه صالحه للزراعه وتسوي تهويه للنبته للتربه. تمام. هسه مو خليناها بالمي وصارت خلينا فتره بالمي. اخلي لها محسنات للتربه. اخلي لها 100 غرام NPK متعادل. هذا حيغذي التربه. تمام. 100 غرام حخلي مبيد فطري، حتى بعد اي شغلات فطريه بالتربه ماكو. تمام. هاي بعد الكوكوبيت خبطه وراويكم نتيجه. اقطع. خبطنا NPK والمبيد الفطري ويا الكوكوبيت اصبح كامل للزراعه. اذا تريد تزرع شوف لي الكوكوبيت في دول الله. هذا الكميه كلها شنو كانت من هذا القالب. هذا القالب سوينا هاي الكميه كليتها. تمام. هذا من افضل انواع التربه الموجوده بالسوق، وانصحكم تزرعون من عندها. اذا تريد تضيف لها محسنات ضيف لها برلايت. هي اصلا تربه تسوي تهويه للنبته. اذا تريد تضيف لها برلايت ضيف لها عادي، بس هي بيها تهويه. تمام. التربه ينمو النبات بيها بسرعه كلش حلوه، والنبات يكيف عليه تربه. هي مصنوعه من الياف جوز الهند. صورها حبيبي. شوف التربه بسم الله ما شاء الله. هذا قالب واحد وبعده دا ينتفش. بعد هذا القالب دا ينتفش عندنا. هذا بعد صالح للزراعه. شوفي الالياف مال جوز الهند. صورها عزيزي. كلها بعد صالحه للزراعه. ومتوفر عندنا هذا الكوكوبيت. السعر مالتها 10,000 دينار. وهلو ماي فلاور.